لو بصيت على الشركات الكبيرة اللي سايبة بصمة في مجالها زي شركة بيبسي أو شركة ستاربكس أو أي علامة تجارية عالمية تانية، هتلاقي كل منتج عندهم ليه عرض مميز بيخطف العين ويخلي الناس تحس إن لازم تجرب المنتج ده دلوقتي، من الحركات والألوان وكل تفاصيل المنتج، وده اللي بيخلي كل منتج يبيع أكتر ويشد انتباه العملاء من أول ثانية. ولكن النهاردة مش هنتكلم عن ستاربكس أو بيبسي أو غيرهم، لأن رسالتنا واحدة وأكيد هدفنا واحد. وصدقني أبسط الحاجات اللي شايف إنها مش مهمة فهي مهمة لشخص تاني، بالعكس هي مهمة بالنسبة لشعب كامل. انا اشتغلت على مونتاج شركة في سوبر سودا، ودي شركة مش مقاطعة، وعملت لهم عشرات الفيديوهات الدعائية للمنتج. ففي فيديو النهارده اوريك ابسط واسهل شكل تقدر انك تستخدمه لعرض اي منتج مطلوب منك. الموضوع بسيط جدا ولكن هيعلي مستواك في السوق ويطلعك لعملاء احسن. حاليا احنا في عصر السرعة، وكل دقيقة بقت فعلا بتفرق معانا، عشان كده لازم يكون عندك ادوات تخلي شغلك اسرع واسهل. ومن اكتر الحاجات اللي فعلا ساعدتني الفترة دي هو الجهاز ده، فاين امبل جيم دي 6. الدي 6 مش مجرد اكسسوار بتستعمله في السيت اب بتاعك، ده ستريم كنترول ذكي بيخليك تتحكم في كل حاجة بضغطة زرار، سواء عايز تبدل بين المشاهد في OBS، تكتم المايك او تشغل الكاميرا في ثانية، او حتى تستخدمه في المونتاج مع برامج زي ادوبي بريمير وافتر افكت. هتقدر تبرمج كل زر باختصار معين، قص، لزق، اكسبورت، بلاي، كله اسرع واسهل. ده غير ان الازرار عليها شاشات LCD صغيره تقدر تخصص الايقونات بتاعتها في كل وظيفه انت عايز تستخدمها. وكمان بيشتغل بكابل USB-A و USB-C بلاج اند بلاي من غير اي تعقيد. بصراحه لو بتعمل ستريم او بتمنتج او حتى بتستخدم الكمبيوتر بشكل يومي، فالامبل جيم دي 6 هيوفر لك وقت ويخلي شغلك بروفيشنال اكتر. كل التفاصيل ورابط الشراء هتلاقوها تحت في وصف الفيديو. ده غير ان طريقه تسطيب الجهاز وتوصيله باللابتوب بتاعك او PC سهله وبسيطه جدا، وهشرحها لك بالتفاصيل في اخر الفيديو. وصدقني انا ماليش في الموضوع ده مكسب ولو حتى جنيه واحد، انا بس لقيت منتج جديد فرق معايا وفعلا وفر لي في الوقت والمجهود، ولقيت ناس كتير جدا تجهل بالموضوع ده، فحبيت ان انا اشاركه معاكم، يمكن حد تاني يستفيد. وعشان ما نطولش عليكم يلا ندخل في الموضوع. هتفتح افتر افكت وتعمل نيو كومبوزيشن، ومن المقاسات تتاكد ان العرض 1080 والطول 1920 عشان نعمل مقاسات الفيديو ريلز او الشورتز. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف صوره جديده. بعد كده نروح نضيف صوره لوجو المنتج، سواء جايبها من على جوجل او من اي موقع تاني، ولكن الصوره دي هتلاقيها في الملحقات المثبته في وصف الفيديو. ونتاكد ان احنا عاملين سيلكت على الصوره، ومن فوق نختار شكل الماسك المستطيل ونحدد على اللوجو بالشكل ده. بعد كده من افكت هنروح نبحث عن تاثير كلر كي ونضيفه للصوره. ومن اعدادات الافكت هنبتدي ان احنا نختار القلم ونحدد اللون اللي عايزينه ما يظهرش في الصوره، ونلعب شويه في ارقام اعدادات الافكت لحد ما نلاقي اللون اختفى معانا. ومن افكت هنبحث عن تاثير الفور كلر جريديان ونضيفه للسوليد. وانا محتاج الخلفيه تكون بنفس درجه اللون اللي موجوده في المنتج، واللي هو اللون الازرق، فهنضيف صوره اللوجو ونرجع تاني لاعدادات الافكت اللي ضفناها للسوليد، ونبتدي ان احنا نختار القلم ونحدد اللون اللي موجود على صوره اللوجو. نحذف صوره اللوجو الجديده ونرجع لالوان الافكت ونلعب فيها شويه بحيث ان يكون في جنب غامق وجنب فاتح. وطبعا دي حاجه بترجع لذوقك، فحدد الشكل اللي يعجبك، ولكن ما تنساش انك تعلي بلند شويه وتخليها ل 200. سيلكت على صورة اللوجو اللي كنت محدد لها الماسك، وندوس حرف الاس عشان نفتح السكيل. نخلي مثلا السكيل يبقى على 55. بعد كده ندوس بي عشان نفتح البوزيشن ونعلي مكانها فوق شويه. من افكت نبحث عن تاثير الدروب شادو ونضيفه لصوره اللوجو، ونلعب في اعدادات الافكت شويه، مثلا نخلي الديستنس على 40 ونخلي السوفتنس على 30 ونخلي الدايركشن على 180. بعد كده هنضيف صوره المنتج ذات نفسه وندوس اس عشان نفتح السكيل، ونصغر في حجم المنتج شويه، مثلا نخلي السكيل على 54. بعد كده بي عشان نفتح البوزيشن ونخلي مكانه تحت شويه. سيلكت على الصوره وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي، والصوره اللي ورا نبتدي ان احنا نحدد البوزيشن بتاعها يكون يمين شويه. بعد كده ندوس اس عشان نفتح السكيل ونخليه اصغر من كده. كنترول دي للصوره اللي ورا وندوس بي عشان نفتح البوزيشن، ونبتدي ان احنا ناخدها زي كوبي من الجنب التاني بحيث تطلع معانا الثلاثيه بالشكل ده. سيلكت على الثلاث صور وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحده. بعد كده ناخد الكومبوزيشن كوبي عن طريق كنترول دي. سيلكت على الكومبوزيشن الثانيه ونبتدي ان احنا نفعل لها ال3 دي. بعد كده ندوس بي وشيفت ار عشان نفتح الاتجاهات، ونخلي الدايركشن بتاعها على ال 180 بحيث ان الصوره تظهر معكوسه للاتجاه التاني بالشكل ده، ونسحب البوزيشن بتاعها بحيث انها تبان مرايه بتعكس صوره المنتج. من افكت هنروح نبحث عن تاثير كاميرا لينس بلور ونضيفها للكومبوزيشن المعكوسه، ونعلي شويه في البلور راديوس نخليها مثلا في ال 25 وهتطلع معانا بالشكل ده. يعتبر كده احنا خلصنا واجهه بدايه الفيديو، فاضل بس الاضاءه وكمان حركه الكاميرا، ولكن دوت هيبقى في الاخر. فهنروح نبدا في الواجهه الثانيه ونعمل نيو ونضيف سوليد جديده. من افكت هنروح نبحث عن تاثير الفور كلر جريديان ونضيف
ونضيفه للسوليد الجديده، ونلعب في الوان اعدادات الافكت بحيث انها تكون بالشكل الرمادي، وخلي دايما يكون في جنب افتح من التاني، ونعلي شويه في البلند فنخليها ل 200. بعد كده نروح ونضيف صوره للمنتج، ونصغر في السكيل والبوزيشن يدوي ونخليها بالشكل ده. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير، ومن فوق نحدد شكل الماسك مستطيل كيرفي ونخلي فيل باللون الابيض، ونبتدي ان احنا نعمل شكل قائمه الاسعار بالطريقه دي ونحددها في نص الشكل، ونرفع صوره المنتج تكون فوق الشيب لاير. العب في السكيل والبوزيشن براحتك لحد ما توصل لنفس الشكل ده. ومن افكت هنبحث عن تاثير الدروب شادو ونضيفه للشيب لاير، والعب في اعدادات الافكت براحتك لحد ما توصل لشكل يعجبك. انا جربت كتير ولكن في النهايه استقريت على ان الديستنس يكون 20 والسوفتنس يكون على 80، الدايركشن يكون اتجاهه 180. بعد كده نروح كنترول تي ونبتدي ان احنا نضيف التكست. هنكتب اي سعر احنا عايزينه وليكن مثلا $5، والعب في الوان التكست براحتك، ولكن انا شايف ان اللون الاسود هو انسب حاجه. كنترول دي للتكست ونبتدي ان احنا نسحبها لتحت شويه، ونبتدي ان احنا نضيف اسم المنتج، ونصغر شويه في اسم المنتج عشان يكون متناسق مع الشكل. اما بالنسبه لفونت التكست فدي حاجه ترجع لذوقك، فاختار نوع الفونت اللي يعجبك براحتك. كنترول دي لاسم المنتج عشان ناخده كوبي ونبتدي ان احنا نسحبها لتحت شويه. هنا انا ضفت كلمه نو كافيين بحيث ان دي ميزه للمنتج. هنصغر في حجم التكست دي شويه واغير كمان للونها للون الرمادي. غير في الشكل براحتك، مثلا خلي اسم المنتج الحروف كلها بالكابيتال، والعب في اي فونت لحد ما توصل لشكل يرضيك. بعد كده هنروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ومن فوق نتاكد ان الماسك على مستطيل الكيرفي، ومن فوق لفوق هنغير اللون للون الرمادي، ونبتدي ان احنا نعمل شكل المستطيل اللي مثلا لو حد خلاص ناوي ان هو يشتري منتج فيدوس على المستطيل ده. كوبي لاي تكست موجوده فوق وننزلها تحت شويه، ولكن نتاكد انها تكون فوق الشيب لاير، ونبتدي ان احنا نكتب اي كلمه شبه جيت ناو بحيث انها تدي انطباع للمشاهد ان هو يقدر يشتري منتج من هنا، ونضيفها في منتصف الشيب لاير، ونغير كمان لونها للون الابيض. بعد كده هنروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ومن فوق نتاكد ان احنا مختارين الماسك على ماسك الدايره، ومن فوق نلغي الفيل اوبشن ونفعل الستروك ونخليها على 7. بعد كده ندوس هولد شيفت ونبتدي ان احنا نعمل شكل الدايره بالماوس، ومن افكت هنبحث عن تاثير جلو ونضيفه للشيب لاير، ومن اعدادات الافكت هنعلي في الجلو راديوس ونخليها مثلا على 115، ومن افكت تاني هنبحث عن تاثير الكاميرا لينس بلور ونضيفه للشيب لاير. من اعدادات الافكت هنعلي بلور راديوس ل 10، ومن افكت تاني هنروح نبحث عن تاثير الجيشن بلور، ومن اعدادات الافكت هنخلي بلورنس ل 40. وبكده نكون جهزنا شكل الدايره اللي هتكون اضافه للخلفيه اللي ورا. تقدر انك تعدل في اعدادات الافكت براحتك لحد ما توصل لشكل يعجبك. هنحدد مكان الشيبلر في الخلفيه، ولكن نتاكد ان الشيبلر تكون اخر حاجه بعد السوليد اللي كنا ضايفينها. احنا دلوقتي في الجزء الثاني، عشان كده بالنسبه لنا اخر حاجه موجوده هي السوليد اللي بالشكل الرمادي. كنترول دي على الشيبلر عشان ناخدها كوبي ونغير في اتجاه واحده فيهم ونخليها بالشكل ده. بعد كده ندوس اس عشان نفتح السكيل ونصغر في حجمها شويه. حدد مكانهم براحتك والعب في السكيل والبوزيشن لحد ما توصل لشكل يرضيك. دلوقتي هنعمل حركه بسيطه للدايرتين، فندوس بي ونفتح البوزيشن ونبتدي ان احنا نعمل لها كي فريم. بعد كده نتحرك كام ثانيه قدام، وليكن مثلا 15 او 20، ما يقلش عن كده عشان تكون الحركه بطيئه شويه، ونبتدي نغير في بوزيشن الدايره. وهنعمل نفس الكلام بالنسبه للدايره الثانيه. يعتبر كده احنا خلاص خلصنا الجزء التاني، ولكن لسه فاضل حركة الكاميرا وكمان الإضاءة. سيلكت على الجزء التاني كله لحد السوليد اللي باللون الرمادي، وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحدة. وبالنسبة للجزء الأول فهنعمله نفس النظام، هنحددهم ونعملهم في كومبوزيشن واحدة. فبعد ما عملنا الجزئين في كومبوزيشن لوحدهم بالشكل ده، هنبتدي ان احنا نضيف الإضاءة. فنروح لإفكت ونبحث عن تأثير السي سي سبوت لايت. وزي ما قلت لك في كل مرة، أنا مش أجمد حاجة في الإضاءة، ممكن أكون عملت شكل معين وأنت في الآخر تطلع بشكل أجمد مني 100 مرة. فالعب في إعدادات الإفكت براحتك لحد ما توصل لشكل يرضيك. وبعد ما تضيف الاضاءه للجزء الثاني، خلينا نروح للجزء الاول وهنعمل نفس الكلام. ما تاخدش الافكت كوبي وتضيفه للجزء الثاني، لان مش لازم تكون اضاءه الجزء الاول نفس الجزء الثاني، وده فعلا اللي انا عملته دلوقتي. وده كده الشكل اللي ظهر معانا بالنسبه للاضاءه. عادي ما تكونش ناس حابه شكل الاضاءه اصلا، فممكن تلغيها. في شكل كده انا ممكن اغيره لان هو ما عجبتنيش اللمسه دي، وهو لون شيب لاير الدايره. بما ان المنتج لونه ازرق، فانا ممكن اغير اللون الابيض بتاع الشيب لاير للون الازرق، وطبعا ده بتعمله عن طريق انك تغير لون الستروك اللي موجوده للشيب لاير. دلوقتي هنروح للانيميشن البسيط جدا اللي موجود في قائمه سعر المنتج. هنعمل سيلكت على تكست جيت ناو وكمان الشيب لاير اللي وراها اللي باللون الرمادي، وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحده. هنفتح السكيل ونتحرك ثانيتين قدام ونفعل لهم كي فريم. بعد كده نرجع للبدايه ونلغي رابط السكيل، ومن السكيل اللي موجود على الشمال نخليها على الصفر. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور نخلي شكل منحنى بالطريقه دي. جميل جدا وانا راضي على الشكل ده.
سيلكت على كل حاجه موجوده جوه القايمه سواء جت ناو او السعر او اسم المنتج، وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحده. بس اتاكد انك ما تعملش سيلكت على صوره المنتج، وفي نفس الوقت خلي صوره المنتج هي تكون اول حاجه. سيلكت على الكومبوزيشن الجديده ونتحرك ثانيه قدام، وندوس اس عشان نفعل السكيل ونعمل لهم كي فريم، ونرجع للبدايه ونلغي رابط السكيل، ولكن المره دي نخلي السكيل اللي على اليمين هي اللي بالصفر. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور، نخلي شكل منحنى بالطريقه دي، وده الناتج البسيط للانيميشن اللي هيطلع معانا. دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل انيميشن لصورة المنتج. سيلكت على صورة المنتج ونروح للويندو ونختار انيميشن كومبوزر 3، ومن هنا هنروح لترانزيشن 2 دي لاير ونختار الشكل اللي يعجبنا. بالنسبة اللي ما عندوش الخاصية دي فانا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، وازاي هي بتوفر لك الوقت والمجهود وبتعمل لك انيميشن بسيط وسهل. فطبعا لو عايز تحملها هتلاقي الرابط مثبت في وصف الفيديو. وده كده الناتج اللي طالع معانا بالنسبة للانيميشن البسيط. ونرجع للكومبوزيشن الاصلي الموجود فيها الجزئين، ونبتدي ان احنا نحدد ميعاد ظهور الجزء الثاني. ولكن في البدايه محتاجين ان احنا نعمل حركه بسيطه للجزء الاول. دبل كليك على الجزء الاول عشان نروح لتفاصيل الكومبوزيشن. سيلكت على صوره اللوجو وندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونتحرك ثانيتين قدام. بعد كده نفعل كي فريم الاوباسيتي ونرجع للبدايه نخلي الاوباسيتي على الصفر. هيطلع معايا الشكل البسيط دوت. ونرجع للاصل مره تاني ونعمل سيلكت على الاثنين كومبوزيشن، ونبتدي ان احنا نفعل لهم 3 دي. بعد كده نروح كليك يمين ونعمل نيو ونضيف الكاميرا، وبرضك نحدد بدايه ظهور الجزء الثاني عند الثانيه الكام. دبل كليك على الكومبوزيشن الثانيه عشان نروح لتفاصيل الكومبوزيشن، ونروح نعمل سيلكت لكل اللي موجود، ونبتدي ان احنا نفعل لهم 3 دي. بعد كده نعمل نيو ونضيف كاميرا جديده، نتحرك ثانيتين قدام. بعد كده ندوس بي ونفعل لها كي فريم، ونخلي بدايه الكاميرا صوره المنتج تكون واخده حجم الشاشه بالشكل ده. بعد كده نعمل سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل منحنى بالطريقه دي، ونرجع للاصل ونروح نعمل نيو ونبتدي ان احنا نضيف نل مرتين. سيلكت على النل اللي موجود معانا ونفعل لهم 3 دي. بعد كده نبتدي ان احنا نربطهم بالكاميرا بالطريقه دي. سيلكت على النل الاولى وندوس بي عشان نحدد البوزيشن ونفعل لها كي فريم، وعند بدايه الجزء الثاني هنبتدي ان احنا نحرك بوزيشن الكاميرا لقدام شويه. ودي كده نتيجه الحركه اللي ظهرت معانا. حركه بسيطه جدا ومش محتاجه اي احتراف. ممكن ان احنا نقرب نهايه الكاميرا شويه من خلال البوزيشن. سيلكت على كي فريم النل وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بالطريقه دي، بحيث انه يكون بطيء في البداية ويسرع في النهاية. وبس يا معلم، بكده تكون عملت شكل احترافي وبسيط جدا ويشد العين. ودلوقتي هنروح للجهاز اللي هيسهل عليك كتير جدا في شغلك، وهعرفك طريقه التسطيب البسيطه. كل اللي عليك انك بعد ما تستلم الجهاز هتروح على جوجل وتبتدي انك تعمل سيرش على كلمه فاين امبل جيم دي 6، وبعد ما تعمل سيرش عنها فهتروح وتدخل لاول رابط يظهر لك. هيظهر لك رابط المنتج والشركه اللي تابع ليها وكل التفاصيل اللي محتاج تعرفها في الرابط ده. بس انت هتنزل لاخر الصفحه لحد ما توصل للداونلود، وبعد ما تنزل بالشكل ده هتلاقي رابطين للتحميل، واحد للويندوز وواحد للماك. شوف انت جهازك نوع ايه وحمل اللي يناسب جهازك، وبعد ما تحمل التطبيق فيظهر لك بالشكل ده. قائمه بسيطه جدا وهتلاقي فيها ادوات ومميزات هتسهل عليك كتير، ومن ابسط الامثله الادوات اللي موجوده في الجنب. طبعا الادوات دي مثال بسيط، في منها مئات الادوات اللي تقدر انك تنزلها، ولكن على سبيل المثال عندك نوع اداه للسيستم اللي تابع لجهازك. فعندك مثلا ميموري تقدر انك تضيفها وتعرف من خلالها اداء الجهاز. ده غير انه ضيف لك ميزه لطيفه، وهو انك تقدر تغير شكل الايكون للاداه اللي انت ضايفها، وكل اداه او تطبيق انت بتضيفه هنا بتظهر على الشاشات ال LCD الصغيره اللي موجوده في الجهاز. وعندك مثلا السي بي يو تقدر تضيفه وتعرف من خلاله اداء الجهاز بتاعك وانت شغال. طبعا انا عندي 20 و19 وساعات بينزل للثلاثه والاثنين، فما تستغربش من اداء الجهاز بتاعي لان ده الطبيعي. وعندك ادوات تانية شبه الستوب ووتش والسبيد تيست. طبعا السبيد تيست ده من اكتر حاجات اللي بتفيدني، وهي اللي بتخليني اعرف سرعه النت، سواء كنت مشترك عند وي او اورنج او اتصالات ايا يكن هتلاقيها كلها متوفره هنا. وادوات تانية غيرهم كتير، شبه عندك الرول تايم تقدر تعرف من خلالها الساعه، وعندك تايمر لو عايز تظبط تايمر لحاجه معينه، والتايمر العكسي لو عايز تعمل مثلا هدف انك تخلص حاجه في نص ساعه فتبتدي انك تظبطها على نص ساعه، واول لما يخلص الوقت هيبتدي ان هو ينبهك. حاجات بصراحه لطيفه وفكره حلوه من الشركه. طبعا انا بديلك ابسط الامثله واقل الادوات فعلا اللي موجوده في التطبيق، وزي ما انت شايف تقدر انك تستخدم الادوات ديت على الجهاز بضغطه زرار على الشاشات ال LCD الصغيره. ده غير انك تقدر تضيف اي تطبيق او اي اداه عايز تستخدمها على الجهاز من الكمبيوتر بتاعك، زي مثلا برامج المونتاج او OBS. ولكن OBS ليه هنا قائمه خاصه. في ادوات بتوفر عليك كتير جدا، بالذات لو انت طالع ستريم وحابب انك تستخدم OBS. فعندك في الجنب الادوات هنا في ريكورد وستريم وكمان الميوت
وادوات تانية كتير، وانا بستعمله اكتر في افتر افكت وادوبي بريمير، لانك تقدر انك تستخدمه كتولز للبرنامج للقص والاضافات السريعه، فده بصراحه بيوفر وقت ومجهود كبير جدا. ولو مفكر ان هو بيختصر على زراير معينه فتبقى غلطان، لانك تقدر من خلال الادوات انك تضيف زر النكست بيج، لانك من خلاله تقدر تروح على قائمه تانية جديده ونضيفه وتستخدم اي عدد من التطبيقات والايقونات اللي انت عايزها. فعلى سبيل المثال هوريكم ابسط طريقه بستخدمه بيها على سبوتيفاي. بعد ما ضفت سبوتيفاي فرحت وضفت ادوات من التول بوكس، ابتديت ان انا اضيف زراير المالتي ميديا، ومن خلال الاوبريشن اللي تحت قدرت ان انا احدد نوع الزرار سواء كان نيكست او ميوت او بلاي او ايا يكن نوع الزرار اللي انا عايز استخدمه. وبعد ما ضفت الزراير دي فشغلت التطبيق من الجهاز ذات نفسه، وتقدر انك تعمل بلاي عشان تشغل الميوزك، ومن خلال زرار النيكست والباك اقدر ان انا اتنقل من ميوزك للتانية. انا بس وريتك ابسط مثال تقدر انك تستخدمه من خلال الجهاز ده، وليه استخدامات تانية كتير جدا فوق ما تتخيل، زي انك تقدر تستخدمه كريموت كنترول للالعاب وتسهيل الاستريم وخليك تركز على الحاجات الاهم مع الجمهور. فلو عايز انك توفر وقت ومجهود الدي 6 هو انسب حاجه للحل ده. وبس يا معلم، كل الرابط هتلاقيها في وصف الفيديو، وما تنساش انك تقول لي رايك في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.